السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده عملت كيكة النايتي. كان طعمها تحفة من الجمال وشكلها كان تحفتين. لو اول مرة تشوفوني وعجبتكم وصفتي، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. النهاردة وقعت في غلطة بسيطة في الكيكة بتاعت النهاردة دي، هقول لكم عليها اثناء الفيديو. بصوا الكيكة كانت هشة ازاي وطرية وتحفة من الجمال. لو قعدت معاكي على قد ما قعدت بصوا كانت زي القطن بالظبط. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. الغلطة اللي وقعت فيها هي السكر يا جماعة. سكر التومين كان خشن شوية، كان المفروض طحنته في الخلاط. السكر الناعم بيطلع الكيكة بتاعتك المسام بتاعها ناعمة. تمام. كيكة النهاردة كانت المسام بتاعتها بعيد عن بعضها سيكة يعني، بس كانت تحفة من الجمال. خلاص. كوباية سكر، كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت. ضربتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ضربتهم كويس جدا كده عشان السكر يدوب معايا. تمام. خلاص نزلت عليهم ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ. بضرب بيضة بيضة اول لما تختفي بنزل بالتانية. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. وهنا نزلت بمعلقة من الخل. معلقة الخل بتمنع زفارة البيض تماما، وبتخلي البيض ابيض ابيض كده شاهي. تمام، ما نخليفيش فيه اي سواد او اي نقط اللي احنا كنا بنشوفها زمان. خلاص. بعد ما نزلت بالبيض نزلت بكيس من الفانيليا. واضرب كويس جدا كل المكونات بكل بساطة كده ورا بعضها ورا بعضها، وبالمضرب العادي. عايزة تضربيهم كلهم في الخلاط وتنزليهم وتضربي الدقيق معاهم مفيش اي مشكلة. نزلت هنا بكوباية من الدقيق. تمام. ونزلت عليهم بكيس من البيكنج باودر. تمام. بنزل الدقيق الكوباية التانية كده بالتدريج عشان اشوف هتاخد معايا قد ايه. خدت معايا الكوبايتين من الدقيق. الدقيق بيمتص السوائل على حسب نوعه. تمام. على حسب نوع الدقيق بيمتص سوائل. ممكن الوصفة النهاردة تاخد منك كوبايتين وربع، ممكن تاخد كوبايتين الا ربع، وممكن تاخد زي النهاردة كده كوبايتين، على حسب نوع الدقيق. حضرت صينية هنا. الصاج بتاعي 30 في 40. حطيت فيه ورقتين عاديين خالص من ورق الكراسات بتاعنا. تمام. ده بديل ورق الزبدة، ما تفكريش وما تحتريش. خلاص. لازم نكمل الوصفة بتاعتنا لحد الآخر. حطيت فيها دهنتها من الزيت. تمام. ونزلت بيها في الخليط. بس لما نزلت الخليط سبت معلقة واحدة بس من الخليط الكيك. هوريكم دلوقتي هعمل فيه ايه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. دي معلقة واحدة بس من خليط الكيك. هسوي الخليط بتاع الكيك كده كويس جدا في الصاج. تمام. وهديه خبطتين كده على الرخامة عشان يطلع اي هوا فيه، عشان الكيك بتاعي يطلع ناعم. تمام. ميبقاش فيه فقاعات كتير في الكيك، ومسامات تبقى واسعة. حطيت معلقة من الكاكاو على المعلقة اللي انا سبتها من الكيك. تمام. وقلبتهم كويس جدا. اول لما لقيت الخليط بتاعي تقل معايا نزلت عليه معلقة من اللبن الحليب او معلقة من المية. تمام. حطيتهم في كيس وعملت الخطوط دي زي ما انتوا شايفين كده عشان تديني الشكل الجمالي بتاع الكيكة النايتي. بخلة كده وبعمل خطوط رايحة جاية زي ما انتوا شايفين عشان تديني الشكل ده اللي هو شكل النايتي الاساسي. بعد ما بخلصها بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. احطها في الرف الاوسط. تمام. مش هتاخد معايا ربع ساعه بالكتير. اول ما تبتدي تاخد لون كده من على الجنب بحطها على الشوايه وبطلعها بتاخد الشكل الجميل ده واللون الجميل ده من على الوش. كده الكيكه بتاعتي استوت. بختبرها بالخله وهي اثناء ما هي في الفرن. خلاص الخله بتاعتي طلعت نظيفه. خلاص مفيش اي مشكله، او بسكينه او بشوكه. كده الكيكه بتاعتي استوت. شايفين كده حمرا ازاي من على الجناب. تمام. كده كده بختبر الكيكه بتاعتي واشوفها بقت استوت كويس جدا. كده خلاص سبتها تبرد تماما. تمام. عملت لها بس من على الصينيه كده من على الحروف. سلكتها بالسكينه. تمام. وقسمتها نصين. تمام. بصوا قلبت النص الاولاني كده بشيل من عليه الورقه. شايفين بتطلع معايا بكل سهوله. ده بديل ورق الزبده يا جماعه، الورق العادي بتاع الكراسات او ورق اللي هو بنكتب فيه الابيض. تمام. النهارده عملت على ورق ابيض. جبت هنا مربى من مربى المشمش. تمام. او اي مربى عندك مفيش اي مشكله على حسب الطعم اللي تحبيه. قلبت المربى كويس جدا كده بمعلقتين ميه. تمام. ووزعتها كده على اول وش زي ما انتوا شايفين، وكميه المربى اللي تحبيها حطيها. تمام. انا حطيت كميه بسيطه كده عشان ما تبقاش مسكره قوي. خلاص كده.
هجيب النص التاني كده واحط على الوش، ولو كسرت منك حتة مفيش اي مشكلة. المربى هتلزقهم الاتنين مع بعض. قسمتهم كده بالطول وبالعرض، عملوا معايا حوالي 12 قطعة من النايتي. وصفة النهاردة يا جماعة كانت تحفة من الجمال، جربوها مش هتندموا. سويت الحروف كده عشان تطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده. كيكة النهاردة كانت هشة وتحفة من الجمال، جربوها. ولو اول مرة تشوفوها وعجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه. والسلام عليكم في فيديو جديد.